السلام عليكم ورحمة الله. شاهد الوزير أحمد عطاف عملها ويجعل المخزن في ذعر كبير. أحمد عطاف يجري محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه بنيويورك لهذا السبب المثير وجنون في المخزن. سنتعرف على تفاصيل هذا الخبر في هذا الفيديو، ولكن عزيزي المتابع لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم بنيويورك محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه من الدول الشقيقة، وذلك في ظل إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79، حيث تباحث مع كل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، وبدر عبد العاطي نائب رئيس الوزير ووزير الخارجية بالمملكة الأردنية، وأيمن الصفدي وأيضا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدولة جنوب السودان، ورمضان محمد عبد الله جوك. وبالطبع تم التشاور حول أهم القضايا والمسائل المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، وبحث سبل حشد جهود البلدان العربية لتعبئة المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية على المستوى الأممي، ناهيك عن مناقشة عدد من الاستحقاقات المرتقبة على الصعيدين الثنائي والقاري. وتجاهل أحمد عطاف المغرب تماما ووزير الخارجية المغربي، ولم يجعله ضمن الدول التي تسعى لهذا الجهد مع القضية الفلسطينية. كما استعرض الوزير مع نائب رئيس الوزير الأردني تطورات الأوضاع في القضية أيضا. وبخصوص اللقاء مع وزير الخارجية المصري فقد خصص لبحث تطورات الأزمة بالمنطقة أيضا ومنع الكيان. وسيكون هنالك إن شاء الله تعاون بين البلدان العربية سواء مصر والجزائر وأيضا الأردن في قادم الأيام، مع تدخل طبعا بعض الدول الأخرى الخليجية من أجل وقف الكيان عند حدوده دعما من الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله.